هاي جميعا، مرحبا بكم في قناة القصص بالدارجة. قناة غنعرض من خلالها قصص وروايات عربية ولا أجنبية عجبتني وبغيت أنني نشاركها معكم بالدارجة المغربية. فإلا عجبتك فكرة القناة نتمنى منك الاشتراك، ماشي شي حاجة غير التشجيع فقط. نبدأ بأول رواية اللي بغيت نحطها في القناة كأول وحدة، على الله تكون فعل خير على القناة. هاد القصة كنت قريتها تقريبا في سنة 2016 وعجبت بها لدرجة الإدمان. خدت مني وقت قصير في قرايتها رغم أنها طويلة. نبدأ على بركة الله. قصر كبير من أفخم القصور في البلاد، قصر كيتكون من حديقة كانت من أكبر الحدائق وأجملها، حديقة واسعة وزوينة كانت كتدل أكيد على الغنى والرقي ديال أصحاب القصر. كان كيفصل بين الجهة الشرقية والغربية منها ممر، كانت على الجنبات ديالو ورود من أشهر أنواع في العالم. كتمشي فيه بضع خطوات كتلقاه منقسم للنصف. شنو اللي كينقسمو؟ النافورة ديال الماء. قبل لا توصل الباب ديال القصر كتلقي نظارات هنا في الحديقة مكونة من طبلة وكراسة مصنوعة من أجود أنواع الخشب. في كل جهة في الحديقة تلقى أرجوحة وعلى الحبال ديالها نباتات كتربط بينها وبين الشجرة. في الداخل تاع القصر دهشة، ما يمكنش الإنسان العادي يكون مصمم هذا المنظر الرائع. ألوان راقية، تصاميم عصرية، فيها امتزاج بين الأصالة والأناقة والفخامة العربية. كتشوف القصر كله حركة، الخدم غاديين جايين، زادوا رونق القصر بالملابس الموحدة اللي كانوا لابسين. كي ديالكتو كتسولوا هادشي ديال من؟ هذا قصر واحد من أعرق العائلات العربية وأكبر تجار في العالم العربي، مستثمرين في جميع المجالات، عندهم مداخل ضخمة مستحيل عقل إنسان عادي يقدر يستوعبها. هذا الغنى أكيد باين وواضح في تفاصيل القصر. كتطلع على الصالة كتلقاها كلها ممزوجة باللونين الذهبي والأبيض، والحيوط ديالها مصبوغة بواحد البياض ناصع ومزخرفة بالذهبي. كان الطابق الأول كله صالونات أوروبية عربية وصالون أكيد بطابع مغربي. في الأعلى كانوا غرف خاصة بأصحاب القصر، لا ما يمكنش نسميها غرف، هذا أكيد اللي واضح جناح فندق 5 نجوم. كان جناح خاص بالأب والأم، والجناح الثاني كان خاص ببنتهم الوحيدة، والجناح الآخر لولدهم الثالث. وفي الجهة المقابلة لهم كان جناح خاص بالابن الأكبر للعائلة، وحده جناح خاص بالابن الأوسط. أكيد دابا غادي تكونوا خديتوا نظرة على القصر على الفخامة، ومن آخر حاجة ذكرتها متحمسين تعرفوا على الأبناء وشكون فيهم غادي يكونوا الأبطال ديال القصة. الله على جمال أسلوب الكاتبة، الله على جمال أسلوب الكاتبة. خلتني واخا قريتها نتشوق معكم نتعرف شكون الأبطال ونتفكر الدور ديال كل واحد في الرواية. المهم نخليكم من كلام ملوش لازمة كي قالوا المصريين ونرجعوا لأطوار القصة. هاد العائلة الأب ديالهم توفى هذه أكثر من 12 سنة، والأم ديالهم اسمها فاطمة، عمرها 56 سنة، واللي شافها يقول عندها غير 30 سنة. كتبان صغيرة ما شاء الله، محافظة على رشاقة جسمها وبشرتها. هي دكتورة في جامعة مرموقة في البلاد. من خصالها أنها حنونة وطيبة وكتحاول تعطي وقتها كامل لولادها وتكون لهم الأب والأم في نفس الوقت. أكبر أولادها هو وليد في عمره 33 سنة، حسب شهادة العائلة هو أجمل الأولاد في العائلة، وزادته طباعه جمال على جمال. اش منك يا رزانة يا هيبة وكاريزما. كانت شخصية معروفة ومرموقة. هو اللي سهر على مشاريع العائلة من بعد وفاة الأب ديالو، هو اللي مكلف بالشركات، وهادشي خلاه من أكبر تجار العالم. ولكن عنده صفات خفية ما كتبانش إلا نادرا. هو إنسان عصبي وغامض وكلمته ما تطيحش للأرض، إلا قال شي حاجة خاص لابد تنفذ، ويا ويل أي واحد نقضه في شي قرار أو لا عرضه فيه. ولكن من جهة أخرى كان حنون على أهله. أما بالنسبة لشكله فكان أغلب علامات الجمال متوفرة فيه. شعره كان لون أسود كسواد الليل بدون قمر، تفاصيل وجهه وملامحه حادة، حواجب سودة وعريضة كتدل على هيبته، ولحية سوداء أكيد. كان شخص فارغ في الطول وجسمه رياضي وبشرته حنطية. كان عايش حياته كاملة في طيارته الخاصة. بكثرة مشاغله كل نهار كتلقاه في دولة، لأنه كان شد أي حاجة عندها علاقة بالأشغال في خارج البلاد. وعاطي لخوه سامي إدارة الأعمال داخل الدولة. ما كانش كيستغني على سامي وكان يدو اليمنى، كان كيثيق فيه. من بعد الابن الأكبر نجيو الابن الثاني للعائلة، وهو سامي. أكيد إنسان جميل كيشبه الوالد في الشكل ولكن صفاته مغايرة تماما. كان حنون وطيب، كان مسؤول على إدارة الأعمال داخل البلاد.
أما الابن الثالث واسمه بدر فعمره 26 سنة. كون شفتوه غادي تقولوا هذا خليط بين الاثنين، فيه من وليد ومن سامي. كان طيب لدرجة كبيرة، وأي واحد طلب منه شي حاجة كان لابد ينفذها ليه. كانت ليه مكانة غير عند أصحاب العائلة. لكن توفى من سنة. علاش ذكرته صاحبة القصة؟ لأنه كان عنده دور كبير في القصة وتفاصيلها، وكان سبب مباشر فيها. نجيو لآخر عنقود في العائلة وهي سوسن. في عمرها 25 سنة سالت دراستها الجامعية، وكان تخصصها هو إدارة الأعمال. حاول معها وليد أنها تاخذ تسير وحدة من الشركات، ولكن كانت رافضة، ما بغاتش تخدم. من حقها هادشي كامل وتخدم، تفيق مع 8. كانت بشرتها بيضاء تشبه أمها، شعرها كان تحت كتافها، عيونها بنية وكان فيها شوية من خوتها. وأحيانا يغرقنا الحزن حتى نعتاد عليه وننسى أن في الحياة أشياء كثيرة يمكن أن تسعدنا، وأن حولنا وجوها كثيرة يمكن أن تضيء في ظلام أيامنا شمعا. فابحث عن قلب يمنحك الضوء، ولا تترك نفسك رهينة لأحزان الليالي المظلمة. تحلت البوابة ودخلت طوموبيل من نوع مرسيدس آخر ما يروج في السوق. تبعتها طوموبيل أخرى كانت خاصة بالحرس، كانت خاصة بالبوديغارد ديالو. قربت، نزل من الطوموبيل والقلب بتاع القصر تحل. دخل وتوجه مباشرة للصالة. لقى الأم ديالو سوسن جالسين، وحتى صوت ما كان صادر من الصالة. داز تقريبا عام على وفاة بدر، ولكن الحزن حال إلى اليوم دفنوه. كل واحد كان جالس في جهة، هموم الدنيا عزينا في قلبهم. ابتسم لهم ابتسامة باهتة من المشاعر، وقرب باس الراس ديال الوالدة ديالو وهي مبتسمة ليه نصف ابتسامة باهتة. بغى يغير الأجواء اللي كيشوف قدامه، وقال راني غايب عليكم مدة، زعما غير جاملوني، وراني قابل منكم المجاملة. قولوا لي راكم توحشتوني ولا تهادي؟ لا. جاوبته سوسن بحزن على سلامتك، ونط عنده عنقاته وهي عاصرة عليه بحال إلا خايفة يضيع منا واحد آخر. وقالت بانكسار على الأقل انت كاين ومشيتي، وكنتسناك وكنقولوا غادي ترجع اليوم ولا غدا. بعدا كنقولوا في نفوسنا غادي تدخل علينا شي نهار بحال اليوم. غمضت عينيها ونزلوا دمعات سخان على خدها. بدر مشى وما عمره غادي يرجع، عمره غادي يدخل علينا. عمرنا نشوفوه مرة أخرى عمرني نشوفه مرة أخرى، ولا نشم العطر ديالو، ولا نسمع صوته. ما كرهتش نعنقو ونشم ريحته قريبة ليا، يضحك معايا ويغضب عليا، وحش كل تفاصيل حياتي معاه، الله يسمح ليه. وليد كانت هي كتهضر قلبه كيتقطع. ضمها ليه وكيحاول كيف العادة يخفي مشاعره، وقال لها سوسن بدر هادي سنة. قال لها سوسن بدر مات هادي سنة، دعي ليه بالرحمة، دموعك وحزنك ما عنده باش غادي يفيدو، دعي ليه ربي يغفر ليه. الام ديالهم كتمسح دموعها وكتحاول تبين راسها قوي، كتدعي لولدها بالرحمه. وقالت ولي اجي ولدي جلس حدايا، قول لي اش خبار، واش هاد المفاجاه؟ ما علمتينيش كاع راك جاي اليوم. مشى لحداها خدا يديها وباسها وقال لها ما كانش عندي وقت، وحتى ما كنتش متاكد انني غادي نرجع اليوم. ملي ساليت خدمتي ما قدرتش نتسنى حتى نهار، كان لازم اني اليوم نكون هنا ونكون معكم في النهار اللي انتحر فيه بدر. جاوبت امه يا ربي تخليك ليا يا ولدي وما تحرمنيش منك. ودارت شفت في سوسن وقالت ما يحرمنيش منكم كاملين. ساد الصمت مده وهما جالسين في نفس الوضع والحزن كيسيطر على الاجواء. قصرات سوسن وقالت انا غادي نمشي اليوم للجمعيه، بغيت نتكفل بشيتي. وجاوبتها امها واخا بنتي، وانا راه هدرت مع المحامي ديال العائله، قلت لي ياخذ المداخل ديال الشركه لهاد السنه ويصدقها على الجمعيات. دخل عليهم سامي وابتسم، ووالد بدلو الابتسامه. نض عنقو وسامي قال لي على سلامتك اخويا، نورتينا. جاوبوا والد الله يسلمك. جلسوا بجوج وسول والد خوه كي غادي مع الخدمه. سامي جاوبوا لا عافاك، ما تجبدش ليا الخدمه، خليني نتهنى منها شويه. ولا ما عرفت كيفاش قادر تحمل هاد الخدمه كامله، كيفاش كتقدر توفق بيناتهم، هاللقاءات هالسفر هالشركات هالاسهم. وليد بدا كيضحك، راك عارف عزيزه عليا الخدمه، واكثر حاجه كنستمتع بها وكنكره شي حاجه سميتها الراحه. داز نهار طويل وحزين، ورجعت فيه سوسن من عملها الخيري ودخلت للجناح ديالها، طاحت على الفراش وخدت وقت لنفسها تفرغ كميه الحزن اللي حسات به طول اليوم. بكت حتى شبعت على خوها وعلى الدنيا كيفاش قصات عليهم وحرمتهم من بدر. تفكرت هضرته كيفاش كان كيواسيها
وفاش كان كيشكي عليها ما حدا كتفكر كل تفاصيل حياتها معاه وهي كتحس بقلبها كيتزير عليها. لتحت كانت فاطمه جالسه في الصاله، كانت اليوم كامل على حالها، دخلت عليها اختها وبناتها سلموا عليها وجلسوا. فاطمه قالت لهم مرحبا بكم، والله ما تصوروا شحال فرحتوني بمجيتكم اليوم. جاوبت اختها زينب صونيت عليك وما جاوبتينيش. قلت للبنات والو غير نمشيو نجلسوا شويه مع خالتكم. بغات تكسر سوزان الاوضاع وقالت لها قلنا نديروا عليكم مداهمه ليليه. بداو كيضحكوا. قالت لها زينب كنا باغيين نجيو من العصر ولكن تشغلت شويه، سمحي لي يا اختي. قالت لها فاطمه عارفه يا اختي اش كان، والله الا كنحس بحال الا اليوم اللي مات وعاد غادي يدفنوه، قلبي محروق اختي، ولكن الحمد لله على كل حال. بقاو البنات ساكتين من حزنهم على خالتهم وقالوا الله يرحمه. وجاوبتها زينب الله يرحمه يا اختي ويعوضك فيه في الجنه. ناض سوزان وسلاف وهضرت سوزان ماما احنا غادي نطلعوا عند سوسن نشوفها. جاوبتهم فاطمه سيروا بنتي عندها وحاولوا تصبروها، راه ملي رجعت وهي كتبكي. طلعوا البنات للفوق ودقوا الباب، ما جاوبتهمش سوسن. دقوا مره اخرى ما سمعوا حتى جواب. سلاف قالت لاختها قدرت تكون ناعسه، غير غادي نفيقوها. هي تضربها سوزان على راسها بحر المغرب، غتكون ناعسه دابا. رجعت كتدق وسلاف كتبرد في الدقه اللي عطاتها. بعد ثواني حلت عليهم سوسن، كانت في شكال، كانت مبهدله، عينيها حمراء ومنفوخه. غير شفتهم بداو الشايفه كيتحركوا والدموع كينزلوا على خد. ضمتهم بجوج وهي كتبكي، بداو كيهدنوا فيها ودخلوا معاها للبيت، جلسوها بيناتهم وكانوا كيمسحوا لها على ظهرها. قالت لها سولا تينا لي الشيطان ودعي لي بالرحمه والمغفره. سوسن كتبكي وكتشحق تقول لهم ما قادراش ننساه، ما قادراش ننسى كل ركن كل حاجه في هالدار كتفكرني فيه. زاد سوزان التليفون وصانت على الخدم يجيبوا لهم كاس تاع الماء وعصير ديال الليمون، كيحاولوا باش ما كان انها تهدى. سلاف كانت كتحاول تهديها ولكن سوزان اشرت ليها تخليها تبكي على خاطرها. ما كان في يديهم حتى حاجه من غير انهم يبكيو معها. نخرجوا من هذه الاجواء الكئيبه والله الا حسيت بهدر شي حد من العائله، طيحوا عليا الضيم والله حتى باغا نبكي معاهم. الاسلوب الرائع ديال الكاتبه عيشنا معاهم هذه الفاجعه. باش نخرجوا من هذا الوضع نعرفكم على العائله ديال زينب اللي هي اخت فاطمه. هي الاخت الصغرى ديالها مزوجه باحمد، هو رجل اعمال كبير من التجار معروفين ايضا. عندهم 5 ديال الاولاد، اولهم ياسين في عمره 31 سنه، انسان طيب ومتواضع كيبغي الخير للناس ومليح، شاد الاداره في الشركه تاع باه. وتاني أبنائهم هو إلياس في عمره 30 سنة، طيب ومتواضع وزوين وشد أيضا فرع من فروع شركتهم. وآخر ولد هو أوس، هذا فصل تاني كيخدم معهم ولكن كيكره شي حاجة سميتها الخدمة. وسوزان في عمرها 24 سنة، خدامة بقسم التصميم والهندسة، بنت زوينة بزاف كتهب، ملامحها أنثوية، شعر رطب وطويل في البني الغامق، عيونها بنية ورموشها طويلة وكثيفة، شفايفها عامرين وصغار، بشرتها بيضاء وعيشة قصة حب. أما سلاف فهي آخر وحدة في العائلة، في عمرها 23 سنة، بتشبه لسوزان. اللي ما كيعرفهمش كيحسب ليهم راه توأم. هي ما باغاش تخدم، سالات الجامعة وتخصصها حتى هي تصميم، ولكن ما بغاتش تخدم في الشركة تاع باها. نمشيو لجهة أخرى. سعد وصل عند عائلته، دخل ولقاهم مجموعين في الجردة، كل شي وقف من اللي شافوه. مشى عند با باس ليه راسو وعنقو وقال لي ولدي خليتي علينا الدار خاليه. شي صوت من وراه هدر، ياك هي دابا حنا كاينين بحال الا ما كاينينش، الا كان سعد الدار عامره الا ما كانش خاويه. سعد دار وابتسم لخالد وسلم عليه. جات امو وفكتهم، راه طبيعي تبدا بيا، اش داير عليهم كاملين ومخليني الاخيره. عنقاتو وهي كتبكي وقالت لي على سلامتك ولدي، ما تصورش شحال فرحانه ملي شفتك. جا صوت من وراه، وحنا نسيتينا دار عندهم سعد وشافهم، وانا نقدر ننساكم اجمل بنات في العالم. عنقوه سحاروا لينا وكملوا ضحكوا ما فرحانين. واخيرا ولدهم واخوهم بيناتهم. خالد ناض وشير اليوم يلا انا غادي سمحوا لي، ودار راسو كيبكي، عارف غادي نخوي عليكم الدار ولكن ما بيدي حيله. وهز كتافه، كل شي دار عنده في نفس الوقت وقال لي يا لاباس، ومازال مصر يكمل القصه ديالو. صافي ما بقاش ليا بلاصه بيناتكم، جا ولدكم الغالي. حيدت امو الصرفقه من رجليها وصيفطتها عليه. جلس وسكت الله يسكت لك الحس. كل شي بدا كيضحك عليه. ودابا نرجعوا للفقره الاساسيه في هذا الفصل الاول اللي هو التعريف
كيف بالعائلات. وعندنا عائلة جديدة اللي هي جزء من القصة، وهي عائلة سعد. نعرفكم عليهم واحد بواحد. عائلة سعد، الأب اسمه محمد، في عمره 65 سنة، هو صديق لأحمد والأب وليد قبل وفاته، وحتى هو شخص غني. مراته هي حليمة في عمرها 55 سنة. عندهم 4 ديال الأبناء، أكبرهم سعد في عمره 32 سنة، شخص مغرور وعصبي، والحاجة اللي بغاها خاصها تجي تلانده. كاع البنات كيحماقوا عليه، وهو صديق مقرب لوليد من أيام الثانوي. خدام برا بحال وليد. وأخوه خالد 31 سنة، طيب وزوين، خدام مع با في شركة. وسحر ولينا توأم في عمرهم 24 سنة، زوينات، ولكن سحر شخصيتها قوية ولينا العكس. دايرين المشروع تاعهم هو صالون العناية بالمرأة. لا تحزن، إذا جاءك سهم قاتل من أقرب الناس إلى قلبك فسوف تجد من ينزع السهم ويعيد لك الحياة والابتسام. في واحد الفيلا صغيرة خاصة في وقت العصر، كان جالس في جريدة صغيرة، والوقت كان قريب من الدخول ديال فصل الشتاء. الأجواء كانت زوينة، والريح كيحرك الورد وكيحرك شعره الأسود. كان لابس سروال جينز وتيشورت سماوي، جالس على الكرسي الخشبي وشد في يديه أوراق ومندمج فيها. ما كانش رد لها البال، وهي جاية لابسة كسوة قصيرة فوق الركبة ومزيرة على جسمها. كانت حاطة مكياج خفيف وروج أحمر فاقع، وريحتها سبقاها. حطت يديها على عيني ونزلت بشفايفها عند ودني وقالت لي توحشتك. حيد ليها يديها على عيني وقال لي خليني بوحدي ما مساليش. جاوبت وهي معصبة، انت غتساليني مثلا؟ هنا ناض لعندها وقال لي شفتك هاد اليومين بحال الا تحليك الفوق، وقيله باغا شكون اللي قطع عليك داك اللسان. وشاف فيها بنظرة قوية، رجعت للور عارفة كيفاش داير وتتوقع منه اي تصرف. هذه حالة تعرف عليها وليد في فرنسا، وهما دابا في علاقة. هزت الكاس ديال القهوة ومداتو ليه وقالت ليه بدلع لا انت اللي ما فهمتيش قصد، غير ملي رجعنا من فرنسا انت مخليني في هالدار وهاملني. هادشي كامل حين خوك انتحر في نفس اليوم. ما كملتش هدرتها، حست براسها سقات مع الارض من قوه الصفعه اللي خدات. هزها من يديها تدزت مع صدره. هنا كنوصلوا للنهايه ديال الفصل الاول من هذه الروايه. نتمنى تعطيوني الرأي ديالكم فيه، واش بانت لكم الأحداث غادية بطريقة زوينة، شنو الأشياء اللي بانت لكم مبالغ فيها ولا يعني ما عطاتش إضافة للقصة. وأكيد كنتسنى تخميناتكم على شكون الأبطال ديال هذه القصة، شكون البطل وشكون البطلة، زائد شنو متوقعاتكم اشنو ممكن يوقع في القصة، شنو هي الأساسي في القصة. أتمنى نشوف تعاليقكم الجميلة.